مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. اليوم راح نسوي حلا جوز الهند على الطريقة الموصلية الأصلية. مكوناتنا اليوم كلش قليلة وبسيطة. راح نحتاج مبروش جوز الهند، راح نحتاج نص كوب شكر، وراح نحتاج بياض 3 بيضات، وخاشوقة كوب فانيلا، وممكن نستبدلها بالفانيلا السائلة. وأول خطوة راح نبدي بيها هو أنه إحنا راح نخفق بياض البيض إلى أن يصير عندنا ملمسة كريمي. ونضيف عليه خاشوقة الفانيلا، وممكن نستبدلها بفانيلا سائلة مثل ما قلنا. وهنا راح نبدي نضيف السكر، ونضيفه بالتدريج ونخفقه كلش زين حتى يذوب عندي السكر، ما يصير ملمسه ما حلو بالأكل. وأكيد ما يحتاج نذكر مثل كل مرة كمية الشكر عندي اختيارية، ممكن تزيدوها وممكن تقللوها، بس الكمية اللي أنا خليتها كانت كلش مناسبة. وبعد ما أتأكد إنه الشكر اللي عندي كله ذاب وتمازج كلش زين ويا بياض البيض، راح أبدي أضيف مبروش جوز الهند بالتدريج. وطبعا لازم نخفقه كلش زين، بس كلش على كيفنا وبهدوء حتى النفشة مال بياض البيض عندي ما تروح. وأهم شي هنا أنا عندي أضيفه بالتدريج حتى أعرف الكمية اللي أنا أحتاجها بالضبط شقد. الكمية اللي أنا احتاجتها كانت نص كوب مبروش جوز الهند. وراح نظل نضيف مبروش جوز الهند ونخفقه إلى أن نوصل للقوام اللي إحنا نريده. والقوام المطلوب هو يتكون عندي كتلة متمازجة بين بياض البيض وجوز الهند، وما يصير نضيف جوز الهند كلش هواية حتى ما تصير عندنا ناشفة، وبنفس الوقت ما أريد بياض البيض هو يكون طاغي. والخطوة الأخيرة اللي عندي راح أشكل الخليط اللي أنا سويته على شكل قالب. وطبعا الشكل الأصلي مال الوصفة هاي يكون عشوائي، فممكن نستغنى بشكل نهائي عن القالب، وممكن نستخدم أي شكل عندنا، وحتى ممكن نستخدم الخاشوقة ونكون بها الأشكال اللي إحنا نريدها. وبعد ما أكمل الكمية كلها اللي عندي راح أدخلها للفرن على درجة حرارة 150، والحرارة راح تكون موجهة من فوق ومن جوا، وأبقى أراقبها لأنه كل اللي أحتاجه أني هو أنه يتغير لونها ويصير لونها ذهبي. وهذا صار شكلها النهائي، وأحلى شي بيها أنه هي مقرمشة من برا وطرية وحلوة من جوا. وألف عافية.